تفتكر ازاي تحول رحلتك من طالب متأكد ان هو مش هيعرف يجيب مجموع السنة دي في الثانوية العامة لانه زنق نفسه وفاضل ايام بس على الامتحان، لطالب متأكد انه هيجيب مجموع فوق 90%؟ الحقيقة أنا مش جاي أجيب لك براهين علمية ولا دلائل كونية ولا ترتيبات قدرية، ببساطة جاي أنقل لك واقع خبرتي وخبرة ناس أعرفهم غيروا طريقة تفكيرهم في آخر أسبوع بس قبل الامتحانات. الناس دي قدرت تثبت إن هي تقدر تعمل أي حاجة حتى لو في الوقت الضايع، وهيقنعوك ويقنعوا أي حد في ثانوية عامة السنة دي بإن مفيش حاجة اسمها الوقت فات. تفتكر إيه اللي ممكن يخلي طالب مذاكرش طول السنة يقدر يحقق مجموع فوق 90% وهو في آخر أسبوع قبل امتحانات الثانوية العامة؟ أول حاجة وقبل ما نبدأ في أي حاجة لها علاقة بالمذاكرة نفسها، أنا عايزة أقول لك إن الحزن أو الاكتئاب اللي انت دخلت فيهم بسبب ان فاكر ان الوقت خلاص عدى وانك مش هتقدر تحقق حلمك، ده اول طريق ممكن يخليك ما تحققش حلمك اصلا. الانسان بيعدي عليه مراحل ممكن يقع فيها عادي، اللي مش عادي انه يسيب نفسه واقع وما يقومش عشان يكمل. فكر ان دايما صحتك هتبقى اهم حاجه واهم عامل يساعدك في الثانويه العامه. صحتك بايظه ونفسيتك تعبانه انت مش هتقدر تكمل، ففوق بقى واغسل وشك واشرب لك كوبايه قهوه وتعالى اقول لك هتعمل ايه. اول حاجه خالص، لو انت حيران ما بين انك تراجع كل المواد من اول وجديد في الفتره القليله اللي باقيه دي ولا تحل امتحانات، فنصيحة من مجرب مالكش دعوة بالمراجعة تماما وانسى الكتب خالص دلوقتي وحل امتحانات. حتى لو في مواد ما اتفتحتش خالص، حتى لو في مواد ما تعرفش عنها اي حاجة، الامتحانات هي الحل الوحيد انك تلم اكبر قدر من المادة. حل الامتحانات دي هتفضل مستمرة معاك حتى بعد ما تدخل الكلية. اللي هتعمله مادة مادة هتجيب الامتحانات بتاعتها كلها وتبتدي تحلها من اول وجديد. اعمل كده كشكول لكل مادة، اكتب فيه كل الاسئلة اللي وقفت معاك في كل الامتحانات حتى لو الامتحان كله. وهتحس باحباط لو اول مرة تيجي تحل تلاقي نفسك مش عارف تحل حاجه خالص، لان ده طبيعي. في ناس كتير اصلا بتبقى مذاكره من اول السنه، اول ما تيجي تفتح امتحان بتنسى كل حاجه وبتلاقي نفسها مش عارفه تحل. انت مش لوحدك، عادي. انت بس دلوقتي محتاج تجنب كل حاجه لها علاقه باليأس وتركز في انك تحاول. فكشكول كده باسم كل ماده بتحل فيه كل الامتحانات اللي موجوده في كل الكتب اللي معاك، ولو تقدر تزود معدل الكتب كمان حاول تعمل ده. بس دلوقتي في اخر كل اسبوع هتيجي الخميس والجمعه تقسمهم على حسب المواد، قسم ساعات اليومين على المواد، تمسك بقى الكشكول بتاع كل ماده ده وتطلع منه الاسئله اللي انت ما كنتش عارف تحلها وتراجعها. هكذا هتفضل كده كل اسبوع لحد ما تخلص امتحانات جميع المواد. بما ان الامتحانات تقريبا هتبدا يوم 15، فاحنا تقريبا بقالنا حوالي من 20 يوم. والله لو فاكر ان انت مش هتلحق فانت غلطان. انا واحده لميت العربي تقريبا في اخر 4 ايام قبل الامتحان. ناس كتير اعرفهم كانوا من دفعتي ودفعات مختلفه، والله ما كانش باين عليهم اي نوع من انواع اليأس وهم ما ذاكروش اي حاجه طول السنه. دلوقتي ما شاء الله في مراكز ومناصب فظيعه. الناس دي كلها كانت مجمعه ان مفيش حاجه اسمها وقت عدى ووقت فات والكلام اللي احنا بنقعد نقوله عشان نحبط بيه نفسنا ده. الناس دي كانت متاكده ان حتى لو باقي ساعه على الامتحان انا اقدر اعمل فيها اي حاجه. خليك بس فاكر ان تضييع الوقت دلوقتي مش في صالحك خالص. ان ماسكك التليفون عشان تتفرج على حاجه تحفزك علشان تكمل، دي مش احسن حاجه دلوقتي. انت مش محتاج حافز خارجي، انت محتاج انت اللي تحمس نفسك تكمل. ان اي وقت هيعدي دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي انت الوحيد اللي هتندم عليه بعدين. بس ده طبعا اكيد مش معناه ان احنا نفضل 24 ساعه لمده 20 يوم ماسكين الكتاب ما بنقومش من عليه، لان مفيش اي انسان طبيعي بيعمل كده. بس على الاقل ان معظم الوقت يكون كله دلوقتي للمذاكره وحل الامتحانات مش اكتر. المشكله ان اي حاجه هتعملها دلوقتي هتعمل لك تشتيت لدماغك، وعقلك الباطن مش هيقدر يستوعب كميه الحاجات اللي انت عايز تدخلها له. خلي معظم وقتك كله للمذاكره وما تفكرش في اي حاجه تانية. دور على اكتر حته مريحه في البيت واقعد ذاكر فيها. ونصيحتي بلاش اوضتك، بلاش سرير عموما، لان للاسف دماغك كده بيتكيف على ان المكان ده فيه راحه زياده عن اللزوم وهيخليك عايز تنام. تدور على مكان يكون هادي بس ما فيهوش سرير. لو انت من الناس اللي بتعرف تذاكر بره البيت فاختار مكان هادي برضو تعرف تذاكر فيه وتقضي فيه اكتر ساعات تعرف تعملها. برضو نصيحة شخصية، بلاش حوار المذاكرة بره البيت لان بيبقى فيه مشتتات، يعني حاول تنعزل قدر الامكان. كمان في ناس كانت بتحب تقضي الثانويه العامه دي مع بعض، 2 صحاب بيحبوا يذاكروا مع بعض. انا ما برجحش الموضوع ده تماما. مفيش 2 بيبقوا شبه دماغ بعض في المذاكره، مفيش 2 بيجمعوا على طريقه معينه يقدروا ياخدوها وهم بيذاكروا. ده تشتيت هيكون اكبر ليك بكتير، ولو هو مذاكر جزء اكتر منك فده هيحبطك زياده. عشان كده خليك لوحدك الفتره دي واعمل اللي تقدر عليه بطريقتك. اهم حاجه ان الفتره دي مش عايزه تشتيت نهائي، اعتمد على مصدر واحد بس. مدرس واحد معين بيقول المعلومات بطريقه معينه انت ارتحت معاه طول السنه، خليك معاه ما تغيروش. كتاب معين بيشرح بطريقه معينه خليك برضو معاه ما تغيروش. يعني ما تجيش الفتره دي وتحاول تغير المدرس، يمكن المدرس ده هيقول معلومات اكتر، او تغير الكتب وتجيب كتب اكتر فتكون فاكر ان انت بكده هتستفيد اكتر. عكس ده بيعتبر تشتت كبير قوي، ولو في مدرس بطريقه ومدرس بطريقه المعلومه مش هتوصل لك نهائي. ما تحاولش تسال صحابك هم وصلوا لغايه فين،
اوعى تسال حد من صحابك خصوصا القريبين هو خلص ايه وفاضل له ايه، ما تسالش حد، ما تقولش لحد انت بتعمل ايه. احتفظ بالحاجات دي لنفسك. خليك فاكر انه الحسد والعين بيبقوا في الصلاه وفي العبادات وفي المذاكره عادي جدا. بلاش تقول لحد انت بتعمل ايه، وفي نفس الوقت ما تعرفش من حد هو بيعمل ايه عشان ده ما يحبطكش. في حاجه بقى مهمه قوي دلوقتي ما كانتش موجوده زمان. ChatGPT مش بيطلع الاجابات الدقيقه اللي عايزاها وزاره التربيه والتعليم، فما تاخدش اجاباتك من ChatGPT، خد اجاباتك من مدرس انت بتثق فيه. يعني لما يقف قدامك حاجه ارجع للمدرس بتاعك في المدرسه او في الدروس واعرف منه الاجابات. بلاش ChatGPT. معلومات ChatGPT صح بس مش بنفس الطريقه اللي بتعرضها الوزاره. لو رحت جاوبت بنفس الاجابات اللي موجوده في ChatGPT مش هتاخد الدرجه. ممكن ChatGPT او غيره من وسائل الذكاء الاصطناعي تساعدك في ترتيب حل مساله، في الخطوات، في المعادلات، لكن في الوصول للنواتج او في حاجات زي البلاغه والادب والحاجات دي ما اعتقدش انها بتبقى اصح حاجه. لو تقدر الفتره دي تخلي كل حاجه اونلاين وما تنزلش من البيت كتير يا ريت. فرهضك كتير في الفتره دي اوحش حاجه تعرف تعملها. يعني نزولك كتير ورجوعك ونزولك ورجوعك عشان تروح دروس في كل المواد دي اسوأ حاجه هتعملها الفتره دي. وتعرف بقى تخلي انه التواصل يكون اونلاين ما بينك وما بين المدرسين، بحيث لو وقف معاك حاجه تكلمهم، تتواصل معاهم، تسالهم. ده هيكون احسن حاجه عملتها الفتره دي. التدوين اول خطوه من خطوات انك تجيب اعلى مجموع في الثانويه العامه. يعني اي حاجه تتعرض عليك كانت غريبه، سؤال مثلا اول مره تشوفه، معلومه اول مره تعدي عليك، الحاجات دي لما بتكتبها وبترجع لها دي الحاجات اللي بتجيلك في الامتحان. احنا قلنا التشتت في اننا ناخد معلومات من كتب كتير ده غلط، لكن اننا نحل امتحانات من كتب كتير ده صح. الاسئله لما بتختلف في سياقها او في طريقه عرضها من مدرس لمدرس من اللي مؤلفين الكتب ده تنوع حلو جدا. ان اللي حاطط الامتحان ده مدرس زيه زي بقيه المدرسين، ممكن في مره دماغه تصدف مع مدرس معين. اعمل اي حاجه حتى لو بسيطه انت متاكد انها تبسطك الفتره دي. مثلا تكلم حد بتحبه قوي زياده عن اللزوم وتقول له يدعي لك، تجيب حاجه بسيطه تفرح نفسك بيها، حاجه حلوه كده وانت بتذاكر، اي حاجه انت متاكد انك لما بتعملها بتبقى موتيفيتد وبتبقى متحمس قوي انك تكمل. اعمل كل الحاجات دي الفتره دي. ما تسيبش اي حد يعكر مزاجك خصوصا الكام يوم دول، ولا اي حد يقول لك اي رسائل دفينه من باطنها ان انت مش هتقدر. له اتكتم دلوقتي. ما تستناش من اي حد لا وسيله تشجيع ولا وسيله احباط. ليك انت الشخص اللي بتشجع نفسك بنفسك. ابعد عن كل الناس المحبطه الفتره دي باقصى درجه تقدر عليها. اي حد يقعد يقول لك انا ما ذاكرتش، انا ما عملتش اي حاجه طول السنه، انا مش عارف انا هجيب مجموع ولا لا، انا مش عارف انا هروح فين، وانا لو جبت 50% انا هعمل ايه. ما تتكلمش معاهم، اعملهم بلوك. بس وسط الناس اللي بتحاول وبتعافر ومؤمنه بقدره الله سبحانه وتعالى انه ما بيضيعش تعب اي حد بيحاول. كل بقى اللي احنا قلناه ده كله في كوم، وصلاتك وتضرعك لله سبحانه وتعالى وقربك ليه ودعاك ليه كل يوم انه يساعدك ويعينك انك تقدر تكمل اللي انت فيه ده، توصل لحلمك ده في كوم تاني. اي حد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ربنا مش بيبارك له في وقته. دي اكتر حاجه انت مستنيها الفتره دي، ان يبقى عندك بركه في الوقت وسعه كده انك تقدر تنجز فيها كل حاجه. مفيش حاجه هتخليك تعمل ده غير ربنا سبحانه وتعالى. فلو انت منقطع او بتقطع في صلاتك حاول ترجع بسرعه، لان انت محتاجه مش هو اللي محتاجك. وما تخافش وما تفتكرش ان انت كده منافق وان انت بتلجأ لربنا بس في الفتره اللي انت محتاجه فيها، لان دي من احلى الحاجات اللي ربنا بيستناها من العبد اصلا، انه يبقى متاكد ان العبد عارف ان مفيش ملجأ غير ربنا سبحانه وتعالى في الازمات. مش هيلجأ للعباد ومش هيلجأ لاي حاجه خالص غيره. فدي اكتر حاجه بتحبب ربنا فيك وبتخليه يساعدك وييسر عليك امورك وحياتك. فاخر حاجه حابه اقولها لك، اوعى تيأس واوعى تحبط، ومهما كان اللي هتوصل له بعدين ان ده كان مقدر ليك. ربنا عمره ما بيقدر لاي بني ادم اي شر. ان الحاجه اللي احنا بنشوفها بعينينا دلوقتي مش عارفين ايه الحكمه فيها، بعدين هتبقى متاكد ان ربنا سبحانه وتعالى حطك في الطريق اللي متاكد انك هتنفذ فيه اقصى جهدك وهتعمل منه احسن حاجه ترضيك وتسعدك. ولا الثانويه العامه اخر الطريق، ولا الكليه نفسها اخر الطريق، ولا اي حاجه لها علاقه بالتعليم اصلا اخر الطريق. وان في حاجات كتير تقدر تعملها وتثبت فيها نفسك وشخصيتك ملهاش علاقه بالتعليم اصلا. وان في نماذج كتير وناس كتير احنا نعرفهم مش متعلمين معهمش شهادات ومن اعظم الناس الموجودين في العالم. ركز انت بس في اللي في ايدك دلوقتي، والنتيجه دي خليها على ربنا سبحانه وتعالى. بس كده، يلا باي.